ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض احلى بسكوت الحلزوني لفطار اولادنا. هنعمله بطريقه سهله قوي وبمكونات بسيطه خالص، وهيطلع معانا ناعم خالص ودايب، افضل من اي بسكوت هنشتريه من بره. قبل ما نبدا وصفتنا النهارده بقى، صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنبدا بقى نقول المقادير بتاعتنا. اول حاجه معانا كوب زبده او سمنه بدرجه حراره الغرفه، ومعانا 3 كوب دقيق، ومعانا كوباية سكر بودرة، ومعانا ربع كوباية شوكولاتة بودرة، ومعانا رشة ملح، وبيضة واحدة بس، وكيس فانيليا. اول حاجة هنجيب بقى كوب السمنة ده. لو مش متاح سمنة ممكن زبدة، اللي موجودة عندك مفيش اي مشكلة، ده او ده عادي، ويكون معانا بدرجة حرارة الغرفة. بعد هنجيب بولة كده ونحط فيها الكوباية دي، هنضيف عليها كوباية السكر البودرة اللي احنا برضو طحنينه. في سكر بودرة بيبقى جاهز، ولو مش موجود عندك السكر البودرة الجاهز ممكن تجيبي سكر عادي وتعمليه في مطحنة الخلاط. هنضربهم كويس كده بالمضرب الكهربائي. ممكن مضرب يدوي بس بياخد مجهود شوية، اما المضرب الكهربائي اسرع يعني وبينجز اكتر. هنضربهم مع بعض لحد ما يكون القوام بتاعهم كريمي زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنضيف عليهم البيضة ورشة الملح وكيس الفانيليا. هنضربهم برضو كلهم بقى مع بعض لحد ما يتخلطوا كويس. بعد ما نضربهم كويس هنجيب بقى دي وهننزله تدريجي كده بالشكل ده، واحدة واحدة كده، هننزل ونخلط، ننزل شوية ونخلط، وهكذا. بعد كده بقى في الاخر، طبعا هو المضرب ما كانش عاد نافع يضربهم كلهم علشان طبعا العجينة بدأت تتماسك معانا شوية، فهنبدأ بقى نعمله بايدينا افضل عشان كله كده يندمج مع بعضه. تفضلي بقى تخلطيهم كويس لحد ما يكون الملمس كده طري وجميلة، عجينة طرية جميلة في ايدينا تنفع ان هي تتشكل. لو حسيتي ان هي هتشقق معاكي او ان هي ناشفه ممكن تزودي معلقه سمنه كمان، بس انا ما زودتش. كده الملمس كان معانا جميل جدا. شوفوا طري يعني لما بضغط عليها طريه خالص كده وجميله. هقسم كده العجين بالنص بالظبط زي بنفس الشكل ده، وده كده الجزء اللي هو الابيض. وهنبدا بقى نحط ربع كوبايه الشوكولاته على النص التاني اللي كان في البوله، هنبدا برضو نخلطهم كويس. وطبعا لما زودنا الشوكولاته البودره حسيت كده ان العجينه نشفت شويه، فزودت معلقه سمنه، معلقه واحده بس، ودمجتهم كده كويس مع بعض لحد ما وصلت للقوام اللي انا وصلت له في النص العجينه الاولاني اللي احنا عملناه. فضلت اخلطهم كده مع بعض لحد ما وصلت للقوام الجميل ده، ان هي تنفع تتشكل معانا. هحطهم بقى كده في اكياس تلاجة، احط اللي بالشوكولاته لوحدها والتانية لوحدها في اكياس تلاجة، وهسيبها بقى ترتاح 10 دقايق كده، ممكن في التلاجة وبره التلاجة، بس هنسيبها ترتاح 10 دقايق عشان نعرف نشكلها كويس. انا حطيتها 10 دقايق في التلاجة. بعد ال10 دقايق بقى طلعتها عشان انا ابدا اشكلها. بدات ان انا احاول ان انا افردها كده اول بايديا في اكياس التلاجة اللي احنا حطيناها فيها. بدات ان انا افردها كده كويس، وبدات ان انا افردها كده باللي هو بيقولوا عليه الشوبق ده او النشابه، اي حاجه يعني. وطبعا احنا مش عايزينها تخينه، هترفعيها بس مش هتبقى رفيعه قوي علشان برضو ما ترقش معاك. طبعا بقى بحاول افردها كويس. طبعا انا عايزاها متساويه، لازم تكون في الجوانب كده، وبحاول ارفعها لفوقها علشان ما تبقاش تخينه، ومن الاطراف كده كنت بحاول اسويها كلها، وكنت بشوف السمك بتاعها برضو ان كده السمك برضو مناسب. شوفوا كده السمك ده كويس قوي. وهنبدأ برضو نفرد نص العجينة التاني كده، هنبدأ برضو نبططه كده ونفرده زي التانية بالظبط، وهتيجي معانا نفس الحاجة. هنبدأ ان احنا نسويها كده بايدينا اول، برضو نسوي الجوانب كده. ما تنسوش لو عجبتكم الطريقة تقولوا رأيكم في الكومنتات، تعملوا لايك وشير للفيديو. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فردت تانية كويس اهو بنفس الشوكولاتة بالظبط، بقت طرية وجميلة معانا اهي. هنبدأ بقى ان احنا برضو ان انا حطيتها على التانية كده لقيتها نفس المقاس ونفس السمك، فهي كده تمام وجاهزة معانا ان احنا ناخد بعدها الخطوة التانية. هنا كنت بوريكم السمك بتاعها برضه اهو، جميل جدا. السمك مهوش تخين ومش رفيع، وسط كده. بعد ما سوينا الاتنين كده وخليناهم نفس المقاس، هبدأ بقى ان انا اجيب مقص وهفتح الكيس التلاجة بنفس الشكل ده، وهشيل الزيادة برضو في الكيس من تحت كده علشان ان انا افتحه خالص علشان احط عليه اللي بالشوكولاتة. فتح معانا بكل سهولة اهو ساعة ما فتحنا الحتة اللي تحت. وهنفتح برضو الجنب التاني بالشكل ده، واللي بالشوكولاتة برضو هنفتحها برضو بالمقص بنفس الشكل.
علشان نحطها عليها. بعد ما هنفتح اللي بالشوكولاته كده هنمسكها واحده واحده كده علشان ما يتكسرش مننا، وهنقوم حاطينها على اللي بالفانيليا. بعد ما حطينا الشوكولاته على التانية بالشكل ده هنبدا بقى ان احنا نلفها رول كده، بس وانتي بتلفي لازم تضغطي قوي، يعني تلفي لفه صغيره كده وتضغطي كويس وتشدي بالكيس. بصي كده انا كنت بضغط ازاي وبلفه ازاي بالكيس علشان برضو تعرفي الطريقه. هو انت ما تشوفي افضل من ان انا اقولك. اهم حاجه نضغط كويس عشان ما يخشش بين الفراغات كده هواء او حاجه، فيبقى في الشكل كده كويس لما تقطعيها. نضغط بقى عليها كده نشيل من عليها الكيس، وتبقى جاهزه بقى ان احنا نقطعها. هنقطعها بقى دواير حلقات كده بنفس الشكل اللي هتشوفوه ده. انا سويتها كده من الطرف، وهبدا ان انا بقى اقطعها بالشكل ده. يفضل ان انت ما تقطعهاش اكبر من كده، وتحاولي ان هما كلهم يكونوا مقاسات واحده. شوفي انا قطعتها كلها نفس الحجم تقريبا، وهي سهله في تقطيعها، يعني مش بتتعبك ولا تهرد معاكي ولا اي حاجه من الكلام ده، ولا هي مثلا لسه طريه تعجن معاكي، لا خالص، هي بتتقطع معاكي كويس. شوفي ما شاء الله شكلها حلو قوي. وخطوه ان انا كنت بضغط عليها كويس وانا بلفها خلت ان مفيش فيها اي فراغات، وخلتها متماسكه كده وعاطيه شكل جميل. شوفوا ما شاء الله بتقطع معانا بكل سهوله وناعمه خالص، والسكينه ماشيه فيها حلوه جدا. انت ممكن تعمليها لون واحد، ممكن تعمليها كده، بس هي تفضل ان هي بنعمل الشكل الحلزوني ده عشان اولادنا يحبوا ان هم ياكلوها، تبقى في الشكل كده جذابه وجميله. في الطعم بقى حلوه قوي ومفيده جدا. وما شاء الله 3 كوبايات دي عملت معانا كل الكميه دي، ما شاء الله عماله اقطع وكل ده عملت معانا كميه كبيره، وعملنا صينيتين كبار زي دي. كل ده ب3 كوبايات دقيق بس، يعني باقل من نص كيلو دقيق. هي كده جاهزه معانا ان انا هدخلها بقى الفرن على درجه حراره متوسطه، والفرن يكون دافي شويه كده قبل ما ندخلها الفرن. وده شكلها كده بعد ما خرجناها من الفرن، دخلناها على درجه حراره متوسطه. ما شاء الله جميله جدا، ملمسها ناعم خالص كده زي البسكوت والغريبه والحاجات الجميله دي، وبتدوب كده في البق بجد من جمالها. ما شاء الله شوفوا كده وانا بوريها لكم الشكل حلو قوي، كمان وانا بكسرها كده ماهيش جامده، جميله قوي وناعمه خالص. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم. حابين نعمل لكم المره دي وصفه جميله لاطفالنا وفي نفس الوقت تكون مفيده. ما شاء الله ناعمه خالص اهي واحنا بنكسرها بوريها لكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبألف هنا على قلوبكم. شاركونا برأيكم في الكومنتات في الوصفات اللي بننزلها، ولو حد حابب وصفة معينة يقولنا اسمها في الكومنتات، وان شاء الله هنعملها لكم في الفيديوهات الجاية.